السلام عليكم. معاكم عمر محمود. ان شاء الله حابه بيكم احسن فود بلوجر في مصر. النهارده هنعمله ام علي مع بعض، يا احسن فانز واحسن حبايب. تعالوا نشوفوا النهارده. قبل احنا نشوف معانا ايه، اعملوا لايك وكومنت ومتابعه، والموضوع عجبكم بقولوا لي وانا هعمل لكم طرق كتيره قوي. تعالوا نشوفوا معانا كاس من الفيه حلواني. اهم حاجه تجيبوه من الحلواني انتوا واثقين فيه. انا متعامل مع احسن واحد بيعمل ملفيه في اسكندريه كلها، واحسن حلواني. دي مكسرات على حسب الرغبه، وده برضو جوز هند على حسب الرغبه. هنزينه بالموز والتفاح بعد اللي احنا نحطوها في الفرن، على حسب الرغبة برضو اللي انتوا ممكن تحطوها ولا لا. كريمة لباني طبيعي بدل اللبن المكثف، والكريمة أحسن عشان احنا بنعملوها بالملفيه الحلواني. لبن، عسل. احنا معانا خمس اطباق. تعالوا نشوفوا دلوقتي مع بعض. نحط كده شوية كده، شايفين كده شوية. صورهم كده عشان مياخدوش كتير. دلوقتي بقى ناخد العسل ده قبل احنا ناخدوه، نفتحه كده بناديل مكاننا. دلوقتي ناخد ده نقلبوها كده على السكر عشان ياخد طعم العسل. احنا ممكن نحط السكر خالص عشان هو بيطلع مسكر اصلا لوحده، بس احنا اللي انت عندك رغبة تحط سكر حط. خلصوا كده. نقلبه عشان ياخد طعم كفاية. مش مهم. شوية لبن كتير، عملنا شوية لبن. عملنا شوية لبن. عملنا برضه شوية لبن. كتروا اللبن هنا برضو. هنا لازم تزود ما تزودش في اللبن قوي، بس انا بزود هنا عشان عندنا كتير. دلوقتي بعد خطوة اللبن هنحط الكريمة اللباني. نمسكوها كده اهي، ناخد معلقة. شايفين كده؟ جوه هنا شايفين؟ ناخد معلقة تانية نحطها برضو فيها. نسويها كده بالمعلقة من تحت عشان تطلع مظبوطة. ناخد التانية نحطوها معلقة تانية بقى كبيرة عشان حاطينها قليل في ده. الكريمة اللباني ممكن تحطوها بدل اللبن المكثف برضه، بس أحلى حاجة إن انت تحطها. ممكن تعملوها بكل الطرق، بس أحلى حاجة الكريمة دي. ممكن تعملوها باللبن في كل الطرق، بس أحلى حاجة الكريمة. أنا قلت لكم ناخد معلقة على كل واحدة تاني كده عشان نظبطوها. معلقة واحدة على الباقي. شوية مكسرات
تعالوا بقى نحط جوه واحدة بس، عشان في ناس بيتفضلوها وناس جوز هند. دلوقتي هنقفل معاكم الفيديو بعد اللي هي تطرح، بس انا محطهاش في الفرن، بابا هو اللي بيحطها عشان مش هينفع نصغير اكيد. بص حلاوتها كده هي في الفرن بعد اللي هي استوت. تعال نفسي تشم الريحة تحفة تحفة تحفة. دلوقتي هنزينوها مع بعض. نحط الفاكهة كده حواليها، شوية موز كده مع بعض. شايفين الريحة نفس تشموها كده. ريحتها مفيش حد يقدر يستحملها. بعدين نحط التفاح. شايفين كده المكسرات نحطها كده رشة في النص تاني. شايفين نفسي تشم الريحة كده، نفسي يا ريتهم يخترعوا جهاز يوصل لكم الريحة كده، يبقى نحط التفاح الأول كده كفاية. ناخد شوية مكسرات برضو كده تمام. نحط شوية مكسرات بقى عليهم كلهم، هنا هنا هنا. زود شوية كده خلاص. ندوقها بقى مع بعضها. بسم الله نجربها اللي هي شايفين الريحة وحلاوتها. شامين يا ريت كنت شامة والله. اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الموضوع عجبكم قولولي، وانا اعمل لكم فيديوهات كتير قوي، وان شاء الله هبقى اجيب لكم حلويات كتيرة واقول لكم ايه رأيي فيها. اتفقنا؟ اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.